الفيلم بيبتدي من 5 سنين لما بدأ فيروس غريب ينتشر فجأة في أمريكا. الفيروس حول ناس كتير لزومبي خطرين، وكان الملايين بيموتوا كل يوم. الناس كانوا بيقولوا إن الفيروس جاي من الصين، وناس تانية كانت بتقول إنه عقاب من ربنا على الحاجات الوحشة اللي بيعملوها. الناس حاولوا يعملوا كل حاجة علشان يوقفوا الفيروس، والحكومة حاولت بحاجات كتير زي تدمير مدينة مليانة بالزومبي، بس عدد المصابين كان بيزيد. وفي الآخر الحكومة بنت حيطان عالية حوالين المناطق اللي فيها الزومبي، وعملوا فريق خاص لصيد الزومبي وإنقاذ الناجين. في يوم من الأيام بنت صغيرة رجعت بيتها ولقت البيت في حالة فوضى، أهلها مش موجودين. شغلت التلفزيون علشان تتفرج على برنامج اسمه ريل اللي بيتكلم عن فرقة سوات خاصة بصيادة الزومبي. المذيعة إريكا قالت إنهم كانوا بيفتشوا في مركز تسوق بعد ما سمعوا عن هجوم زومبي هناك. شافوا حاجات كتير وسمعوا صرخات بتبين إن الوضع كان سيء. فجأة عربية أطفال اتحركت لوحدها وتبعها هجوم زومبي من كل حتة. القوات الخاصة بدأت تطلق النار بسرعة، لكن واحد من الفريق اتعض وكان لازم يقتلوه فورا، لأنه لو اتعض عنده أقل من دقيقة قبل ما يتحول لزومبي كامل. بعد وقت لقوا ضابط شرطة حي، لكن فجأة خرج مئات الزومبي من وراه وبدأوا يهاجموهم. إريكا وواحد من القوات الخاصة اضطروا يهربوا بالعربية، لكن المصور اللي كان معاهم اتعض، وفي النهاية إريكا نفسها اتعضت واضطروا يقتلوها علشان ما تتحولش لزومبي. بعد كام يوم القوات الخاصة قدرت تقضي على كل الزومبي في السوبر ماركت. مات في الحادثة دي 152 شخص، منهم 8 من الفرقة وإريكا. بعدها الحكومة بعتت مساعدات لتنظيف المنطقة، والأخبار قالت إن القوات الخاصة قتلت حوالي 480 زومبي، وده كان واحد من أسوأ الحوادث اللي واجهت الفريق. كان في وعد إنهم هيواصلوا القتال بقوة أكبر علشان ما يحصلش حاجة زي دي تاني. في الوقت ده الفريق كان بيستعد لمهمتهم الجاية، والمذيع الجديد جيمي كان بيحاول يعمل مقابلات مع أعضاء الفريق. اتكلم مع توم عضو جديد في الفريق، وأليكس الناجي الوحيد من حادثة مركز التسوق. أليكس كان شايف إن تفشي فيروس الزومبي كان عقاب من ربنا، وجيمي قدم الفتاة الوحيدة في الفريق روز اللي كانت ممرضة وبتشتغل مع جوزها، لكن جوزها مات بسبب الفيروس وانضمت للقوات الخاصة علشان تحارب وتدمر الزومبي. كان في عضو تاني في الفريق اسمه عمر، اللي كان شخص عادي يتقبض عليه بتهمة سرقة، وكان عنده اختيارين: يقضي 15 سنة في السجن أو ينضم للفريق لمدة 2 سنين. بعدها كان في باركر اللي كان جندي سابق وخدم في أماكن زي أفغانستان وإيران وباكستان، وده خلاه عنده خبرة أكبر من معظم أعضاء الفريق. في الوقت ده كمان كان في مايك من بلد تانية، وجم هنا علشان ينضموا للفريق علشان ياخدوا تصريح للعيشة في أمريكا. القائد سيريك قائد الفرقة الثامنة واضح إنه انضم للفريق علشان يوقف فرقة الزومبي وينهي الوباء الرهيب ده. لما كلهم بقوا جاهزين ركبوا الشاحنة واتجهوا لمزرعة بعيدة عن المدينة، واللي كانوا الناس بيقولوا إن مجموعة من الزومبي متخبيين فيها. لما وصلوا بدأ حد من البيت يضرب عليهم نار، وحصلت معركة بالأسلحة. في الآخر سارج والفريق قدروا يوقفوا واحد من المهاجمين، ولما فحصوا القفص اكتشفوا إن الناس اللي جواه مش زومبي لكن بشر عاديين. سارج أكبر واحد منهم يشرح اللي بيحصل، واعترف الراجل إنه مخبي أخوه الزومبي اللي بيعتقد إنه ممكن يتعالج. لما سمعوا ده الفريق ما ضيعوش وقت وراحوا البيت علشان يلاقوا الزومبي، لكن الغرفة كانت ضلمة جدا فكان عندهم صعوبة يمسكوه. في وقت من الأوقات الزومبي عض يد توم، لكن توم كان أقوى ووقع الزومبي بضربة واحدة. بعد كده سارج دعا فريق التنظيف ياخدوا جثة الزومبي. للأسف توم مات بعد كده. لما الفريق خلصوا ورجعوا لقاعدتهم جالهم رسالة من المقر الرئيسي إن في شاحنة عليها حاوية قريبة بيشتبه إنها بتشيل زومبي، وطلبوا من سارج والباقي يتحققوا من الأمر. راحوا للمكان ولقوا الشاحنة ووقفوها وسألوا السواق عن اللي بينقله. في الأول قال إنه بينقل آلات موسيقية، لكن لما فتحوا الحاوية خرج عشرات من الزومبي وبدأوا يهاجموهم. اتسبب في فوضى في كل مكان، وكان الفريق بيحاول يتعامل مع عدد الكبير من الزومبي. سارج أطلق قذيفة RPG على الحاوية وقدروا يوقفوا الزومبي، وعلشان يتأكدوا إنهم مش هيصحوا تاني سارج والباقي كانوا بيضربوا الزومبي في راسهم واحد ورا التاني، لأن ممكن تحصل نفس الكارثة اللي حصلت من 5 سنين في منطقة الحجر الصحي ممكن تتكرر. الناس اللي نجوا من منطقة الحجر الصحي قالوا إن الفيروس الزومبي انتشر بسرعة رهيبة في دقايق، وكل المدينة تقريبا بقت زومبي. الحكومة بنت جدار ضخم حوالين منطقة الحجر الصحي، وممنوع حد يدخلها إلا العسكريين، وعلشان كده الناس مش عارفين لو لسه في آلاف من الزومبي هناك ولا لا. في يوم من الأيام لما رجعت الفرقة لقاعدتهم لاحظت فرقة التنظيف إن في جرح على حد منهم، فاضطروا ياخدوه لغرفة الحجر الصحي لمدة 24 ساعة علشان يتأكدوا إنه مش مصاب. في نفس الوقت الضابط كان بيستجوب سائق الشاحنة الحاويات، وعرفوا بوجود مجموعة من الناس اسمها مشروع يهوذا، والمجموعة دي كانت بتحاول تدرس الزومبي، وكانوا بيشتغلوا جوه منطقة الحجر الصحي. بعد ما عرفوا كده الحكومة قررت تبعت الفريق الثامن من القسم لمنطقة الحجر الصحي علشان يعرفوا أكتر عن مشروع يهوذا، لكن سارج ما كانش عاوز يروح لأنه كان عارف مدى خطورة منطقة الحجر الصحي، خاصة إن كل عيلته ماتوا هناك. لما جيمي سأل روز عن ماضي سارج قالت روز إن سارج ما كانش جندي قبل كده، كان مجرد مدير
متجر عادي وما كانش عمره شال سلاح. لما بدأ فيروس الزومبي ينتشر اتخبى سارج وعيلته في مخزن صغير علشان يعيشوا، لكن لما الاكل والامدادات خلصوا اضطر سارج يخرج يدور على حاجات تانية. لما رجع اكتشف ان مراته والطفلة اتعرضوا للعض من الزومبي وكان حزين جدا واضطر يقتلهم. قدر سارج يهرب من منطقة الحجر الصحي بعد كده وقرر ينضم للفريق علشان ينتقم من الزومبي. على الرغم من قوته سارج لسه كان حاسس بالخوف والصدمة من اللي حصل في منطقة الحجر الصحي، لكنه ما قدرش يرفض الأوامر، فتم إرساله هو وفريقه لجمع معلومات عن مشروع يهوذا. وأثناء ما كانوا هناك أليكس قال إنه قرأ حاجات عن مشروع يهوذا وإن المشروع ده كان بيحاول يصنع زومبي أقوى من الباقي. قبل ما يرسلوا فريق 8 لمنطقة الحجر الصحي، فريق تاني من القسم راح هناك وما رجعوش أبدا. لما دخلوا منطقة الحجر الصحي شافوا جثث كتير على الأرض ولقوا علامات مكتوب عليها مشروع يهوذا، وده أثبت إن المشروع حقيقي. استمروا في المشي لحد لما وصلوا لمنطقة مظلمة. فجأة الزومبي هاجم عليهم من كل الجهات وما كانش قدامهم خيار غير إنهم يقاوموا. بعد ما هزموا الزومبي اكتشفوا إن باركر اتعض. لما آدم حاول يقتله علشان ما يتحولش لزومبي، باركر قتله الأول وماتوا الاتنين. صوت إطلاق النار جذب زومبي أكتر، فسارج طلب من الفريق يسيبوا المكان بسرعة قبل ما يتحبسوا. ولما استمروا في التحرك لقوا جثث كتير بدون أرجل. سارج حذر الفريق من الزومبي الصغيرين اللي بياكلوا أرجل الناس بس. بعد كده واحد منهم فتح خزنة وطلع منها زومبي صغيرين كانوا سريعين جدا وصعب على الفريق يقتلهم. أثناء القتال أليكس تعض من رجله، ولما عرف إنه مش هيقدر ينجو طلب من الفريق يسيبوه ويشتت الزومبي الصغير. أليكس خطط يفجر نفسه والزومبي علشان يحمي الفريق. روز طلبت من جيمي ياخد مسدس أليكس علشان ممكن يحتاجوه، ولما حاولوا يهربوا الزومبي بدأ يطاردهم، وصوت إطلاق النار جذب مئات الزومبي من كل الجهات فاضطروا يقتلوا، لكن الزومبي كان أكتر. سارج طلب من الفريق يرجعوا للمبنى ويدوروا على مخرج تاني. لسوء الحظ أثناء الفوضى عمر ما قدرش يهرب وتهاجم من الزومبي. لما وصلوا للنهاية سارج شاف الباب مقفول وكان حاسس باليأس. سارج وروز بدأوا يشيلوا معداتهم معتقدين إنها هتكون النهاية. فجأة راجل فتح الباب وطلب منهم يجروا جوه قبل ما الزومبي يوصل ليهم. الراجل ده كان اسمه لامفورد. لامفورد أخذ سارج والفريق لمكان شبه مختبر اللي تبع لمشروع يهوذا. لامفورد شرح ليهم إنه كان بيشتغل في مشروع يهوذا، وقال إن الهدف من المشروع ما كانش شرير بل إنهم يخلقوا زومبي يحاول يقتل الزومبي التانيين. لكن للأسف التجربة راحت لاتجاه غلط، ولما واحد من الزومبي اللي كان اسمه ألفيس اتقلب على العلماء. الأسوأ من كده إن الزومبي ألفيس كان أذكى بكتير من الزومبي العاديين وشكل مجموعة من الزومبي اسمها جيش الموت. لامفورد كان قلقان إنهم لو سابوا ألفيس مع الزومبي لفترة طويلة هيقدر يبني جيش زومبي كبير لمهاجمة البشر. اللي ما كانوش عارفين من البداية إن الزومبي اللي كانوا موجودين في شاحنة الحاوية كانوا جايين عن قصد من ألفيس. جيمي خططوا يستخدموا طيارة بدون طيار لإرسال لقطات فيديو تحذر الناس من ألفيس وجيش الموتى، بس الأول يقدروا يهربوا من المبنى. لامفورد أخدهم لنفق مترو، لكن أثناء التحرك في الممر الضلمة هاجمهم الزومبي فجأة. لحسن الحظ ما حدش اتصاب. لما كانوا على وشك الخروج شافوا الزومبي ألفيس بيأمر زومبي تانيين. لامفورد حذرهم إنه لو ألفيس مسكهم مش هيقدروا يهربوا أبدا. سارج قال إنهم محتاجين دليل أقوى علشان يقنعوا الحكومة بخطورة ألفيس. في البداية لامفورد ما كانش عاوز يساعد لأنه كان خايف يتقبض عليه، لكن بعد وعد سارج إنهم هيقدروا يهربوا وافق لامفورد وأخدهم للدور اللي فوق علشان يحصلوا على لقطات أوضح لنشاطات ألفيس. لما وصلوا للقمة اتصدموا لما شافوا جيش الزومبي الضخم اللي جمعوا ألفيس. العدد ما كانش قليل، كان عشرات الآلاف من الزومبي. للأسف ألفيس اكتشف مكانهم وكان على سارج والباقي الهروب. للأسف لامفورد ما قدرش يهرب والزومبي اللي كانوا بره السياج مسكوه. سارج عرف إنهم مش هيقدروا يحاربوا وسط العدد الهائل من الزومبي اللي مستنيهم بره، فقرروا يرجعوا لمخبأ لامفورد ويدوروا على طريقة تانية للخروج. للأسف وهم معديين من المختبر اتعرضوا للهجوم المفاجئ من زومبي تانيين وروز اترمت من المبنى. أما جيمي كان بيحاول يصور لقطات الأخيرة لسارج لما اتحصن من الزومبي. بعد كام أسبوع أحد مقدمي الأخبار قال إن جيش الزومبي خرج من منطقة الحجر الصحي وسبب حالة من الخوف في كل مكان. الزومبي سيطروا بسرعة على المدينة بسبب هجوم جيش الزومبي، وكانت الإنسانية في خطر كبير وإن أكتر من 80% من الناس اتصابوا بالفيروس. لكن روز قدرت تهرب من منطقة الحجر الصحي وكانت بتعمل جيش تانيين لبناء منطقة حجر صحي للدفاع عن نفسهم من الزومبي. كانوا برضو بينقذوا الناجين وكانوا بيجمعوا العلماء لإنشاء لقاح لوقف انتشار فيروس الزومبي. وبس لو عجبك الفيلم ما تنساش تضغط على الإعجاب وتشترك هنا بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس، وما تنساش برضو تشترك في القناة التانية اللي اسمها فيلم بسيط، تلاقي رابطها في الوصف. سلام.